يا أستاذ سليم، ده أحلى يوم في حياتي بجد. ولسه الجاي أحلى يوم الخير. طول ما احنا سوا مفيش حاجة تكسرنا. الأكل حلو يا أم خير، بس ملهوش طعم أم مسلم. يا ماما، أم الخير بتعلم، لسه عروسة جديدة يعني. المواعين دي يا أم الخير دي حاجات بيتي اللي تعبها خصوص. أنا مش فاهمة البنت دي، إيه التربية اللي شافتها دي؟ لا بتعرف تدبر بيت ولا تحافظ على راجل. شكلها كده جاية تهدى مش تعمر. ما صدقتيش إنك لقيتي عريس يلمك. عايزة تعملي عليا ست البيت كمان؟ أنا مش فاهمة البنت دي، إيه التربية اللي شافتها دي؟ لا بتعرف تدبر بيت ولا تحافظ على راجل. شكلها كده جاية تهدى مش تعمر. ما صدقتيش إنك لقيتي عريس يلمك. عايزة تعملي عليا ست البيت كمان؟ هاتي طبق الرز ده، شكله مش عاجبني. حاسبي وانت بتشيلي، مش عايزين فضايح قدام الناس. اهلا بك يا حبيبتي، كنت فين؟ الحمد لله، كلنا هنا. تعالي يا حبيبتي يلا نلعب. يا حبيبي، بابا هنا معاك. لا مش هسكت. عرفت كل حاجة يا أستاذ سليم، عرفت كل لعبة عملتوها من ورا ظهري. بتقولي ده يا بنتي؟ أنا ماليش دعوة. مالكيش دعوة؟ وشوشكوا ليا كلامكم عن القسمة والنصيب كنت بتشاركيه في الكدبة دي يا حماتي. أنا مش هعيش لحظة واحدة تاني في كدبة زي دي. يا أم الخير، قضية الخلع محتاجة صبر وقوة منك، بس أنا واثق إن حقك هيرجع لك. هتفضلي ماشية ورا كلام المحامي ده؟ هتخربي بيتك وعيالك يا بتاعت آخر زمن. رجاء يا مدام، الكلام ده مكانه مش هنا. المحكمة هي اللي هتقرر. مبروك يا مخيل، الحرية دي تستاهل. حرية التنسيق. القصة دي يا جدع، دي قصة كل ست قالوا لها اتحملي عشان خاطر ابنك، وهي عارفة ان التحمل ده بيكسرها من جوه. شوف القصة كاملة في قناتي اليوتيوب. انتي اغلي. اعمل اشتراك ولايك وكومنت، بحبكم.